انجليزي محمد ما بدي مشاكل. انجليز محمد دي اجنبيه. بابا دي اجنبيه ما شاء الله. تفو على العشره اللي عشتها معاك. اشبعي بيه. بلاش انت تيجي على سكتي لان انت حياتك كلها فيك. جبت بيضرب بالمخدة. جبت بيضرب بالمخدة. لو كلمه خرجت كمان عليا انا هفضحك، اقسم بالله لا افضحك. انا لازم نروح انا وام سليم نعمل سونار، كانت مخدة او جنين. لازم كلنا نقول لام سليم نروح نعمل سونار، ولو اتهربت يعرفوا ان هو في يا جماعة. هو انتوا داخلين تشتموني وتهاجموني ليه؟ هو انا عملت حاجة غلط ولا شفتوا مني ان انا عملت حاجة غلط ولا سمح الله ان انا عملت حاجة حرام؟ الحمد لله انا اعرف ربنا، بس اللي انتوا بتعملوه ده كله والله ما يرضي ربنا. اتقالوا هتعرفوا كل حاجة في وقتها. وعلى فكرة أصالة أقسم بالله ما ليها ذنب في كل اللي حصل ده. الفستان اي واحد اخذها ولا أي حاجة اللي يعجبك. ماشي. كل حاجة هتعرفوها في وقتها، وبلاش تظلموا شخصية انتوا ما تعرفوش عنها حاجة. الفيديو ده يا جماعة هنشوف أم سليم بتقفش جبس مصر وهو بياكلها معاه. بس عاوز أقول لكم إنه موضوع أم سليم وأبو سليم ده، موضوع المقالب، مش غريب إن هو ده يكون مقالب، لأن أنا قبل كده اتكلمت عليهم على موضوع إن هي كانت حامل وعملت نفسها حامل وطلع جبس يقول ده مراتي حامل في مخدة، فمش بعيد هم اللي بيعملوا ده كله بسبب إن اللي عندهمش تفاعل. هم عايزين يرجعوا طب تعمل ايه يا محمد؟ وهثبت لكم ده ومين دي؟ انه ده مقلب فيك. هو ده الشغل اللي انت بتروحه؟ بص هنا هي بتصور، تمام، هو شايفها طبعا بتصور. مش هنزل التليفون الا لما تعرفني مين دي. خلينا للاخر الفيديو يا جماعه وهثبت لكم ان ده مقلب وفيك. مش هنزل التليفون. هيفيدني بحاجات كتير جدا. هيفيدني بدليل هي صورت خيانتك. فيديو، تمام، هي صورت اتعلمها منه. تمام كده، فطبعا صورت فيديو وعارف ان هي هتنزل فيديو في البعيد خالص، في البعيد خالص، ان هو كان قادر ان هو ياخد التليفون منها. انجليز محمد دي اجنبيه. بس هم عايزين بابا ينزلوا دي الفيديو اجنبيه ما شاء الله. تمام، ويتعمل حوار ويتعمل قلبان ونعمل احنا عليه رياكتات وفيديوهات ونقول ام سليم بقفش الجنس المصري بيكون اندم ايه بعد اللي انا شايفاه دلوقتي؟ بس هو اندم ايه بعد السنين اللي ضيعتها عشانك؟ بيعملوه ده عشان خاطر ان هم جاي بتقول لي تندمي؟ قذر قسما بالله يا ابني ده انت كل الناس كانت بتنهش في لحمك وتسرق في فلوسك، تطلع نفسك بالشكل ده ويوم ما جيت وقعت تمام وتخلي مراتك تكلمك محدش مسك ايدك قسما بالله ده غيري. شغل القذر. محدش خليك تبطل المخدرات وتروح الجيم غيري. محدش صلح حالك جدع مسلم، غيري. فعلا يا مسلم. وده يا ابو سليم انت جزائي. انت فيك، انت قسما بالله فيك يا ابو سليم، خيانتك مع دي انت فيك ده يا يبقى جبس جزائي. ومقلبك ده فيك. واللي معاكم دي عايزة بيتنا وهتعمل صفحة بعد لسه كده بتقول دي، بيتنا. هتعمل صفحة بعد كده اللي مع جبس دي حلمك واسع قوي قوي. هتقول انا مرات جبس، انا حبيب الجبس وما اعرفش ايه، والصفحة تعلى وبعدين شايفه ما عنديش حرام. هيتدخلوا مش عارف مين في لو الموضوع عندك ويصلحوا الجبس طلقني. وهبة، تمام، والصفحة بتاعت بدل البنت ربنا. تعلى، كله على قفا الناس، راح كله على أخلي قفا الفيديو الناس ده. يا جماعة قسما شكلك بالله ده هيبقى حوار زبالة فيك. اكتر ما هو زبالة لما الناس تشوف الفيديو ده. شفتوا يا شيخ لما عيب الناس تشوف يا الفيديو شيخ ده، عيب. ده انت يعني انت عندك عارف ان الناس هتشوف ولدين. الفيديو ده شوف منظرك كده وهترضى ان مراتك تطلع بالتليفون من الشقه؟ هنزل الفيديو انا مستحيل يا ماشية جبس بس عشان سايبة العيال لوحدهم. بس رجع قبل ما عيالك امشي يا عاوزة اقول لك مسلم، على حاجة. والموضوع طلع اتفو على العشرة اللي عشتها تسلم معاك. تسلم ايدك يا مسلم، يسلم بقك. اشبعي بيه. خلينا متفقين ان النهايات اخلاق. سمعت قصة عن شخص مراته كانت تلح عليه وتطلب منه موضوع الطلاق بشكل رهيب جدا، لدرجة ان هي تجاوزت كتير في حقه عشان خاطر يطلقها. في النهاية استجاب لطلبها والحاحها الشديد وطلقها. بس الشخص ده عمل معاها حاجات هي نفسها استغربت ازاي بتعمل معايا كده برغم التجاوزات اللي انا تجاوزتها عليك على موضوع الطلاق. الشخص ده بعد ما طلق مراته اعطاها كل حقوقها، مش كده وبس، لا كمان جاب عربيات
ووصل الحاجة بتاعتها لحد بيت أهلها، وحاسب كمان على العربيات. وقال لها قبل ما يمشي لو عايزة أي حاجة أنت وابني أنا تحت أمركم. هي مستغربة، بتقول أنت إزاي بتعمل معايا كده برغم التجاوزات اللي أنا تجاوزتها معاك وطلب للطلاق. قال لها إحنا كان في بينا عشرة، وما ينفعش إني الطلاق اللي حصل بيني وبينك إنه يأثر على طفلنا الصغير ده عشان ما يعملوش حالة نفسية. دي اسمها النهايات أخلاق. لكن قصتنا النهاردة وموضوعنا النهاردة عن جبوس وعن هبة مخدة، قصدي أم سليم، مختلف جدا. شرشحة، ردح، زي ما انتوا عايزين قولوا، بس استنوا عشان هو الموضوع مرتبط بدي. ايوه مرتبط بالمخدة. موضوعنا النهاردة مرتبط بالمخدة. هنسمع القصة النهاردة كاملة عن جبس مصر وهبة مخدة. تمام؟ بس يا ريت لو اول مرة تشوفني انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وادعم الفيديو بلايك. يلا بينا نشوف هبة مخدة.